أول شي حنحتاج أفوكادو وموزاية واحدة. حقطعهم واخلطهم سوية كلش زين إلى أن يصبح المزيج جدا متجانس، يعني بالضبط مثل الكريمة. حضيف بيضة واحدة للمزيج اللي سويناه وأخلطها بهالشكل. بعد ما خلطت البيضة كلش زين حضيف مادتنا الأخيرة اللي هي ملعقتين طعام من زيت الزيتون. بنات إذا كان شعركم جاف ضيفوا أكثر. أول شي حفتح شعري وحتطلع الكفشة الحلوة. المهم حفرك شعري من النص وأضيف المزيج على فروة الرأس وأسوي بيه مساج بهالطريقة حتى نتأكد إنه الفروة تمتص كل المواد المغذية اللي بوصفتنا. بعدها حنتقل للجانب الأيمن بالنسبة إلي وأفتح شعري بنفس الطريقة وأخلي القناع. بعد ما كملت حنتقل للجانب الأيسر وأعيد نفس الخطوات، وبعدها حقلب شعري وأسوي الجزء الخلفي من فروة الرأس. طبعا شكلي طلع كل شي ضحك، بس بهالطريقة راح أتأكد إنه القناع يوصل لكل فروة الرأس حتى يغذي الشعر. وبالنسبة للترطيب راح أخليه على كل الشعر وحلف شعري بهالطريقة هاي، وبعدها حلبس الكاب البلاستيك وفوقها حلبس هذا الكاب الفخين. تقدرون تستخدمون أي شفقة شتوية عندكم، الفكرة إنه نزيد الحرارة على الشعر فالمسامات تنفتح وبهالطريقة الشعر يترطب بشكل عميق. اتركوا القناع من ساعة إلى ساعتين وبعدها اغسلوا شعركم باستخدام الشامبو.